السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله طالعين بفيديو جديد. بس كالعادة قبل ما بنبدأ الفيديو بتاعنا بنصلي على رسول اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. معانا النهارده بإذن الله حبة بلاستيكات كده كنت جايباهم في الحاجات بتاعت بنتي. هنشوف الحاجة بتاعتنا. أول حاجة أنا جايبة لها اللي هو الأطباق بتاعت السمك ديت. دول أنا جايبة لها تلاتة، دول تلاتة كده مع بعض اهم، دول شكلهم. بعد كده يا حبايبي معايا العلبة ديت اهي اهي. فيها كده 4 اماكن اهي. العلبة ديت انا جايبها لها ان هي تحط فيها البنس بتاعتها، هتحط الدبابيس بتاعت الطرح للحاجات ديت، انما هي معمولة عليها بتوع توابل. فانا قلت لها احنا هنشيل اللي هم دول، وتحطي فيها بنس، هتحطي فيها اللهم صل على النبي، دبابيس، الحاجات اللي هي الرفيعة ديت اهي يا حبايبي. معانا اهي دي شكلها. بعد كده بقى معانا الاطباق البلاستيك. معايا الطبق، جايبه لها اللي هو الطبق اللي على شكل اللهم صل على النبي، اللي هو القلب دوت اهو. جايبه لها الطبق دوت، وجايبه لها دوت لغسيل الرز، لغسيل الفاكهه. وبعد كده معانا الطبق اللي هو بتاع الرز دوت اهو دوت. بعد كده يا حبايبي معانا دوت دوت اهوت عجان. اللهم صل على النبي. انا عندي واحد، اما بكون مثلا بعمل اي حاجه بتخمر بحطها فيه اهو. دوت العجان دوت اهو. والطبق دوت اهو. والطبق ده يعني انا جايبه لها اطباق كتير، بحيث ان هي بتغسل رز، تغسل حاجه هتنقع مثلا فراخ، اي حاجه اهو. ودوت بعد كده يا حبايبي معايا اللي هو بتاع التسالي دوت اهو. دوت شكله، دول تلاتة هم مع بعض اهو اهمت. ده الكبير، والاتنين دول. بعد كده جبت لها اللي هم بتوع الفشار دول اهو. دي اول واحدة اهي. وبعد كده ديت التانية. بعد كده يا حبايبي معانا الطبق دوت اهو. منه طبق ومنه بلانشة، بتقطع الخضار بتاعها، حتى السلطة، الحاجة اللي بتقطعها وبتحطها اهي هنا اهو. بتقطع كده وبتروح ايه حطها من الناحية دي. دوت شكله. حبت ان هي يبقى طبق اهو، بتشيل ديت بلانشة بتحطها اهو. بعد كده بقى معايا اللهم صل على النبي. معايا المصفى ديت. المصفى دي كبيرة، هي ليها سندات كده من هنا ومن هنا، هي بتتحط على الحوض اما تكون بتغسل مثلا اي حاجة، بتسندها على الحوض اهي. دي شكلها معانا. بعد كده يا حبايبي معايا دول اهو. اللهم صل على النبي. انا جايبها لها اهي. دي شكلها اهي اهم. اربعة يا حبيبي لون بعض. انا قلت لها دول زي حافظات كده في التلاجة. لو هتحطي في مثلا فيهم، هي طبعا في البداية مش هتجيب حاجات بكميات، هتحط ليمون، هتحطي فلفل، حاجة هتبقى مفتحة ومفتحة من فوق بحيث ان هي بتهوي الحاجة. هتحطي فلفل، هتحطي ليمون، تحطي قوطة، اي حاجة زي كده اهم شكلهم. بعد كده معايا ديت يا حبايبي اللي هي السلة بتاعت المطبخ اهي. شكلها هي بتتعلق في المطبخ. بتنضف خضار وهي واقفة، بتحط لها كيس بلاستيك وبتبقى متعلقة في باب المطبخ اهي يا حبايبي. ديت اهي معانا. ديت بتاعت التلاجة، بتتحط على الرف بتاع التلاجة. لو مثلا جايبة ليمون، جايبة في فلفل، في اي حاجة. ديت شكلها هفتحها ونشوفها مع بعض. اهي دي شكلها اهي. هي اهي من هنا كده ايه بتخش في التلاجة اهي. دوت شكلها معانا. دي انا كنت جايباها ب5 جنيه، بس ما جبتش منها الا واحدة بس. بعد كده معانا الطبق اللي هو الاكلير دوت اهو. ده شكله اهو.
اللهم صل على النبي دوت. لما تغسل فاكهه تحطه فيها في قلب الطبق دوت اهو. ده شكله. هنشوف معانا ايه تاني. بعد كده يا حبايبي معانا اللي هم علب التلاجة دول اللهم صل على النبي اهم. دول صحيين، مكتوب عليهم الفايف اهو، مكتوب عليهم رقم 5. دول اتنين مع بعض، هنفتحهم ونشوفهم. اهم يا حبايبي الاتنين اهم. دول الحجم بتاعهم، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة اهم. طبعا اهم حاجة علب التلاجة، اهم حاجة ان هي صحية اهو. اهم حاجة بنتأكد منها ان هم عليهم الفايف. اللهم صل على النبي. بعد كده معانا طقم التلاجة دول 3 ببعض اهو دوت. شكله هنفتحه ونشوفه. هم يا حبايبي اللهم صل على النبي. ادي علب التلاجة اللي معانا اهم، ال3 مع بعض اهم. ادي احجامهم. ديت اصغر واحدة، وبعد كده ديت، ودي الكبيرة. اهم حاجة برضو زي ما احنا قلنا في علب التلاجة ان هي تكون صحية. اهم حاجة تكون عليها ايه؟ رقم 5. دي اهم حاجة، ان العلب بتاعت التلاجة تكون صحية، عشان طبعا لو حطينا فيها اللهم صل على النبي، حطيت فيها جبنة، حطيت فيها زيتون، حطيت اي حاجة، اهم حاجة رقم 5 ان هي تكون صحية. بعد كده يا حبايبي معايا ده برضو اسمه درج التلاجة، برضو نفس فكرة الاولاني اللي هو الصغير اهو. برضو بيتحط في التلاجة، هو بيوسع اهو. لو انا عاوزاه اكبره كده بيكبر، بضيقه بيبقى اصغر من كده وهو دوت شكله يا حبايبي. وهي دي الحاجات اللي كانت معانا النهارده. وادي يا حبايبي الحاجه اللي كانت معانا النهارده. نتمنى يا رب ان الحاجه بتاعتنا تعجبكم، وان عجبتكم ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا لنا الجرس. وعاوزين منكم لايكات كتير عشان باذن الله يوصل لكم مننا كل جديد في جهاز العروسه معانا ده. نتمنى يا رب ان حاجتنا تعجبكم.